هناك عظة للمسيح إلهنا جذبت الكثيرين من غير المسيحيين، ويقولون عنها أنها ليست في استطاعة البشر هذه العظة، أن هذه العظة هي جذبت الكثيرين من غير المسيحيين في كل العالم. استطاع كل شخص يقرأ هذه الموعظة يجد فيها نوع من العظمة والقوة والجبروت المسيحي، ولا يستطيع أحد مهما كان أن ينال ما مكتوب في العظة إن لم يكن أولا له علاقة بالواعظ الذي وعظ هذه العظة. ما هي العظة دي؟ هي العظة اللي موجودة في إنجيل معلمنا متى في 5 و6 و7، ما تسمى الموعظة على الجبل. ربما ألفت كتب كثيرة في هذه العظة. أنا شخصيا قريت 10 كتب عن الموعظة، درست هذه العظة في 30 ساعة، ولا يسعني الوقت أن أنا أقعد أتكلم في 30 ساعة، لكن هاخد حاجة ومضة من ومضات العظة. وأرجوك علم نفسك عندما تأتي إلى الكنيسة، فما أقول ده وخليه تقليد عندك. عندما تأتي إلى الكنيسة تعلم هذا التعلم، أن الله يسمعك الرسالة والصوت، مثل القديس العظيم أنبا أنطونيوس. يقينا أنبا أنطونيوس عندما كان في الطريق إلى الكنيسة كان يصلي يقول له رب سمعني الصوت. أول ما دخل لقى الشماس بيقول له إذا أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل ملك. راح باع كل حاجة. طب ليه؟ قال أصل أنا كنت بطلب إن أنا أعمل إيه؟ أسمع الصوت. فإن لم تطلب أن تسمع الصوت ستكون هناك عظات رنانة، عظات ربما الشخص اللي فيها مفوه، يسموها كده يعني عذب الكلام، كلام حلو. وممكن واحد زي ما قال في سفر إشعياء يكلمون بالناعمات انظروا لنا مخادعات. واحد وعظ يقول لنا كلام حلو، لكن يقينا لا تغيير في الحياة إلا عندما نأخذ نوع من الخطوات اللي بتعلمها لنا الكنيسة. أنا مش هقدر بقول أتكلم عن كل اللي موجود في العظة، لكن هاخد حاجات بسيطة. أنا هقرأ 3 أجزاء من متى 5 و6 و7، بس عايز واحد صاحي عشان هسأله إيه المتكرر في ال3 فقرات اللي أنا قريتها. ممكن نركز؟ شغل دماغك. يعني اللي هيجاوب بتتغيروا بالفلوس بقى، ما فيش حاجة بتغير حد، يعني الفلوس هي اللي بتغير. فأرجوكوا ركزوا، أنا هقرأ وعليك إنك تشوف الكلمة المشتركة في ال3 فقرات. بيقول في إنجيل معلمنا متى صح 5 عدد 23: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. ده متى 5. هقرا جزء في متى 6. شوف الناس اللي مركزة في عدد 31. متى 6 عدد 31: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. متى 7: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. أنا قريت ال3 فقرات
عليكم تشوفوا المشترك. حد ربنا فتح عليه؟ ربنا فتح على حد؟ اتفضلي. لا، انا الكلمه المشتركه. إيه؟ لا. ها؟ لا، بقول كلمه متكرره في الثلاث فقرات اللي انا قريتهم. اتفضل حضرتك. لا انت لوحدك يعني. برافو عليك، نسقف للدكتوره سوزي. اولا اجيب لكم بقى الايه عشان نشوف الناس اللي تركز. هقرا تاني، اقراهم تاني، ممكن اقراهم تاني معاكم. فان قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. دي في متى 5. اذهب ايه اولا. ربنا يفتح عليكم. لسه اصبري علي، انا خلصت. اصبري علي. لا تهتموا قائلين ماذا ناكل او ماذا نشرب او ماذا نلبس، فان هذه كلها تطلبها الامم، لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها. لكن اطلبوا اولا ملكوت الله. شفت الكلمه اتكررت تاني. الكلمه الثالثه بيقول لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك. يبقى أنا حابب أقف قدام كلمة أولا. اتعلمنا في بيوتنا وقالوا لنا كده قبل الأكل اغسل رجليك أو اغسل رجليك. ها أنا بس عايز أصحيكوا. اغسل إيه؟ اغسل إيديك، مش هاكل برجلي. اغسل إيديك عشان التلوث، بالذات بالناس اللي بيشتغلوا في حاجات فيها تلوث. ماما تقول اغسل إيديك قبل الأكل. لما تروح مطعم وراح تاكل، أول حاجة تفكر فيها وأنت داخل المطعم إيه؟ الفلوس. الطلب سهل، الحساب صح؟ فوانت نازل لما معاك ماستر كارد لما معاك الفلوس. مش معقول هتدخل المطعم تقول لهم ايه على حساب ابونا، يقول لك مع السلامه انت وابونا. اولا هناك اشياء. اولا العباده المسيحيه في حقيقتها هناك ما يسمى الاولويات، ان ده لازم الاول. مهما بقى عملت من اشكال ومناظر، الله بيقول لك ايه؟ اولا. ضمن اولا اول واحده يقول اذ قدمت قربانك الى المذبح وهناك مشيت مشوار. على فكره اي يهودي عشان يروح قدم مش جنبه في البيت، لازم يمشي مشوار طويل الى ان يصل الى المذبح. يقول له اذا قدمت قربانك الى المذبح، يعني المذبح جايب خروف، مش بيقول له على المذبح، الى المذبح جايب الخروف لان انا مش كاهن. قدمت قربانك الى المذبح وهناك تذكرت ان لاخيك شيء، اترك قربانك قدام المذبح. انت لسه ما حطيتوش على المذبح. في ناس على فكره بيلخبطوه، انت ما حطيتهاش. اترك قربانك قدام المذبح واذهب الصالح ايه؟ اولا مع اخيك. وكلمه اولا كأن ربنا بيقول لك مهما قدمت وناسي كلمه اولا، يقول كده اني كرهت اعيادكم، لست استلذ او التز بمحرقاتكم، البخور هو مكرهة لي. في سفر اشعياء صح الاولاني. لماذا؟ لانه اخوك لي حاجه عن ايديكم ملآنه دما. ايديكم ملآنه دما. قول دم ايه؟ يقول له ممكن تقتل اخوك، مش تقتله بالطبيعه، لكن مرات بتقتله بالكلام. يا عزيزي هذا ما علمته الكنيسة. عشان كده في فرق بين شخص بيمارس الكنيسة وفاهم. على فكرة كتاب مقدس يا سلام ده يبقى موجود في السماويات، وأنا حدثتكم في مرة هنا في الكنيسة عن هذا الأمر. أنا الشخص الذي يمارس كل الليتروجيات وأقوال
وتعاليم الكنيسة وصلواتها هيكتشف حاجات رهيبة، من ضمنها أن هذه النصوص وضعت بعد قراءة الكتاب المقدس. إيه الدليل؟ عارفين لما يكون 2 كهنة موجودين، لابد أن الكاهن يصافح أخوه، يصافحه، وتبقى مصافحة من القلب. بتشوفوهم كده، بس مش عارف المنظر ده انتوا تشوفوا، لا بيروح عامل ايه؟ عامل ايده كده، فاهم؟ ليها معاني بيفسروها معاني انه وشي وظهر ايدي بيحبك. كان معايا راهب من دير السوريان شقي، يقول لي عارف القسيس بيعمل كده؟ القسيس تاني قال له، قلت له يعني؟ قال له بيقول له يانا انت في الكنيسه. لكن في التعاليم الليتورجيه مهم جدا جدا ان ابونا يستسمح ويستغفر امام الناس ويطلب مرات منهم المسامحه. لماذا؟ لتحقيقا لهذه الايه: اذهب اولا، اذهب اولا. عشان كده ربما بعض صلوات الناس، فاهموا؟ صلوات، خدوها الكلمه دي، صلوات معوقه، عفوا عرجه. يعني ايه صلوات عرجه؟ يعني ما توصلش. ربما هناك اناس يكثرون الصلاه، هناك اناس متعبدين لله لكن ينقصهم هذا الامر، هي صلوات عرجه. ده بيقول للرجاله، خلي بالك الرجال ده حاجه للرجاله. لو حضرتك مزعل مراتك وجاي تصلي القداس، عارفين ربنا بيقول لك ايه؟ صلواتك عرجه. يقول كونوا ساكنين. الرسول بطرس المتزوج قالها، الرسول بطرس المتزوج، ملهاش الرسول بولس البتول. المتزوج قال له كده، قال له كونوا ساكنين معهن عالمين ان النساء كالاناء الاضعف، معطين ايهن كرامه كالوارثات معكم نعمه الحياه، لئلا تعاق صلواتكم. ان هناك ما يسمى الصلاه المعوقه، شخص متعوق، مش قادر، صلاه مش طالعه. صلاه عرجه، مش قادره توصل. طب ليه كتير مرات احنا بنصلي؟ مش كلام بس خاص بالرجاله، ممكن حضرتك برضو جوزك طلب منك طلب في خدمه معينه وانت تقاعستي، هو زعل واتقمص وانت جايه تصلي. يا عزيزي الله يضرب قلوبنا واحنا بنصلي. لكم حاجه جميله، انا شخصيا على المستوى بتاعي، انتوا عارفين الاسقف عنده صلاحيات كتيره في الكنيسه. الكنيسه اللي موضوع فيها كده، الاسقف عنده صلاحيات كتيره جدا في الكنيسه، اللي بعتبروه له انه الدرجه الاخيره في الكنيسه. تدرج الدرجات هو الدرجه الاخيره، لان البابا اسمه اخ الكبير بين اخوه في التقليد الكنسي، بس عشان كده يسموا الاسقف شريك للبابا، شريكه في الخدمه الرسوليه. الاسبوع اللي فات بكلم حد من الابهات، وبعدين فقلت له براحتك ومشيت سبته، بكلمه في موضوع فقلت له براحتك. تاني يوم كان القداس هو حاضر معايا، لم استطع يقينا، لم استطع اني اتقدم اني اصلي واصلي بذمه غير ما رحت قلت له انا متاسف. وده ما يحصلش على فكره في الكنيسه، لان معلش ده كده يعني انه الاسقف ما، لكن انا لازم اعمل كده. المسيح لم يقل كلمه اسف او اخطيت، جميعنا نقولها لاننا بشر. وانا بقول تملي اقول العباره دي، ان الغفران شفاء، الغفران شفاء. المصالحه، اذهب اصطلح اولا مع اخيك. بقول له مش اولا تجيب الذبيحه، لكن اولا تعمل ايه؟ اذهب اولا اصطلح مع اخيك. عشان كده مهم جدا هناك ما تسمى الصلاه المعوقه، ان صلواتنا لا تصعد الى السماء. لماذا؟ لانها تعوقت في السكه، عدم المصالحه، المسامحه، عدم الغفران. واللي ما يغفرش
ويسامح. على فكرة يقول ايه؟ وسلمه سيده الى المعذبين. يعني ايه؟ يعني حضرتك مش بتسامح، مش بتغفر، ربنا يقول ايه؟ سيبوا لي المعذبين. يا ساتر عم يبقى عندك مرارة من تجاه حد، يا خبر، يعني تتعب تعب رهيب. قبل ما اجي لحضراتكم النهارده الشاب اتصل بيا ولا عايز اقابلك ضروري. قلت له اتفضل، مش من المنطقة اللي انا بخدم فيها. فقال لي انا عندي مشكلة في جهاز المناعة. قلت له ليه؟ قال لي عشان العيلة بتاعت مراتي انا مش سامحها، فتعبت تعبت تعبت لغاية ما جهاز المناعة عندي ضرب، جسمي كله وجعني. قلت له ده انت بترد لي على سؤال، ايه كلمة سلموا سيده الى المعذبين؟ انا الشخص الذي لا يغفر لا يسامح، الله يقول له ايه؟ خليك في مرارة النفس. لكن العكس، عشان كده ربنا بيقول لك عايز تصلي اعمل ايه؟ اذهب اولا اصطلح، اذهب انت اصطلح. عشان كده القداس بقى عايزك تركز في القداس. القداس على فكرة في الكنيسة عندنا عبارة عن رحلة غفران ومسامحة. بقول له ربنا اغفر، سامح، اترك. عشان كده اللي مش قادر يغفر ومش قادر يسامح ربما، ما تزعلوش مني، يتناول يتناول، لكن يصاب، يتعب. مش عاوز اقول كلام يتعب ضميركم، لكن يتعب. مهم جدا. افتكر انا صغير، شماس صغير في الكنيسه، كان ابونا الكبير في الكنيسه عندنا يقف كده في اللي متخاصم مع حد ما يقربش من التناول وبس. هي الكلمه دي، ما كانش بيقول غير الكلمه دي. فانا كنت صغير اقول له هو الناس هتتخاصم مع بعض ليه؟ عشان انا صغير. لكن ما كبرت عرفت يعني ايه ممكن خصام يعطل من أبدا. أنت تأتي إلى الكنيسة لكي تأخذ غفران وحياة أبدية. يعطى لغفران، تحافظين الكلام، يعطى لغفران الخطايا وإيه؟ وحياة أبدية لكل من يتناول منه. كيف تأخذ غفران أنت وتطلب غفران أنت وتطلب حياة أبدية وأنت أصلا مش عايز تدي لأخوك غفران وحياة أبدية؟ تعلم أن كلمة اذهب اصطلح. يا عزيزي يا عزيزي، جرب اللي انا اصلا بكلمكم عن حاجه انا اوريدي بعمل. انا وانا اسقف ممكن اعتذر لحد ايا كان درجته اصغر، مش المهم انا كمان اكون كمان جوايا عندي سلام. انا فرحان. ليه حرامي يجي يسرق الفرح مني او السلام من قلبي؟ ليه اقعد افكر؟ هناك اناس لا ينامون طول الليل، ولا فكره ولا شارب قهوه ولا واخد حاجه سهر ولا اي حاجه، بس للاسف منين كتر ايه؟ طب اذهب، ربنا يقول لك بسهل ايه؟ اذهب اولا ايه؟ اصطلح عشان تنام، هتنبسط وتنام. اذهب اولا اصطلح. نشوف الثانيه، شوف بيقول ايه. اذهب اولا دي ايه؟ او اعمل اولا في متى 6 يقول لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. عارفين ربنا بيقول إيه؟ بيقول من فضلك أما تيجي تطلب طلب تقف قدام ربنا وتصلي، ما تقولوش أكلني وشربني. ان هذه كلها تطلبها الامم، اما تيجي تقف قدام ما تقولش اكلني وشربني. ربنا بيقول كده على فكره. اما اعمل ايه؟ الاول اقول ايه؟ لكن اولا اطلبوا ملكوت الله وبره. اولا وانت واقف قدام قول يا رب انا عايز حياه ابديه، انا عايز ثمار الروح الله. اما ثمر الروح محبه فرح سلام، ال9 ثمار تطلبهم من ربنا. ربنا بيقول لك كده اما تيجي تقف قدامي تطلبش حاجات ماديه. هل حاجات ماديه هتضايقه؟ مش موضوع تضايقه، لكن بيقول اطلب ايه؟ ولكن اطلبوا اولا. تقف قدامه كده اول حاجه. يا عزيزي لو بعتنا لكم ورق دلوقتي هنعمل كده حاجه، نبعت ورق قول ايه الطلبه اللي حضرتك؟ هم 3 طلبات: نجح العيال، جوز العيال،
هم 3 طلبات هتلاقيهم على المذبح متكررين، ومفيش حاجة تاني. أو حل مشكلة. فيش أي حد طلب على المذبح يا رب أصل أنا النهاردة عندي نقص في حاجة روحية طالبها منك، عايزها منك. كان ربنا، عارفين القصة الفولكلور، 2 ملايكة نازلين بسبتة من السماء، عارفين السبت، نازلين بسبتة، واحد للشكر والتاني للطلبات. فالملاك بتاع الطلبات يجي شايل شيلة رهيبة الطلبات، والشكر مفيش غير ورقة. ليه؟ من قسيس. الطلبة دي كانت من قسيس. يا رب أنا بشكرك عشان خلصت الموضوع. بس يعني الناس ملهاش غير هات، عايز بس. عيب صدقوني، عيب. لما تقابل كل واحد يقول له هات 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 هات، يعمل ايه؟ زهقتني. مفيش غير هات. مش على الابهات، هات. حاجة صعبة. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يا عزيزي، أن تعيش فيما يسمى بر المسيح كما قال الرسول بولس في رسالة روميا. وأيضا البر العملي. كان زكريا وإليصابات كلاهما بارين أمام الرب، سالكين في جميع وصاياه بلا لوم. بارين، ناس عندهم بر، يعني بيعملوا الصح. كلمة بر دي يعني حاجة زي بيسموها رايتشنس، يعني الواحد يعمل الحق الصح. واحد بيعمل حاجة صح، خليني أعمل الصح. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. نفسنا نغير نوع الطلبات، نفسنا نغيرها. نفسنا نغير ان بس الولد ينجح، بس بنتي تتجوز، بس ابني اللي مش بيخلف يخلف. بس هم دول الطلبات اللي عندنا، ما عندناش طلبات تانية. يا عزيزي، التلاميذ فهموا هذا الأمر وقالوا للرب الإله: يا معلم زد إيماننا. زد الإيمان، زود الإيمان عندنا. خلينا عندنا إيمان قوي يتحدى كل الصعاب، إيمان يقوى على كل مشكلة، يقوى حتى على المرض. إن أصبت بمرض أقوى عليه بالإيمان. اطلبوا أولا ملكوت الله. يبقى اذهب اصطلح أولا. اطلبوا أولا. عشان الوقت يقول كده في متى 7: أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. بقول اخرج أولا. اخرج أولا الخشبة من عينك. كانوا شاب بخدمه أما بيسمع الآية دي يقول لي على فكرة مرة الآية دي مش عندي خشبة، أنا عندي مغلق خشب. عارفين مغلق الخشب؟ يعني حاجة كبيرة، مش خشبة، ده أنا عندي مغلق خشب. بيقول لك وأنت بتحكم على الناس، عود نفسك أن هؤلاء خليقة الله، والله بيحبهم، والله عايزهم. حتى المدمن، حتى الوحش الشرير الله بيحبه. كان يقبل الخطاة والعشارين وكان يأكل معهم. لماذا؟ لأنه هو مش شايفهم زي ما أنا شايفهم، هو شايفهم حاجة حلوة. هو شايفهم إنه بيتغيروا، بيبقوا جمال معاه. بيشوفهم بعد شوية، يعني شوفهم دلوقتي وحشين، لكن بعد شوية يعمل يقول ده جميل. أنا شايف وحش، وربما حتى ما بيعمل حاجة حلوة بقول برضو ده نيته وحش. يا عزيزي، تعلم إنه إدانتك للناس تتشال منك، تبطل إدانة. أي حد بدين الناس اعرفوا تماما إنه خالي من المحبة. غير شخص يطبطب، غير شخص يحنو، غير شخص يرفق. عشان كده شيل من عينك، قول يا رب أنا مش شايف كويس، وإن الله اداك نور في عينك.
نور في عينك، سترى زي ما قالوا القديسين انك ترى الناس افضل منك، ترى الناس احسن منك. عارفين القديس اللي شاف واحده مزينه في البستان، فستان ربا مزينه بزي الزواني، فبص عليها قال لها طوباكي، فسمعوا التلميذ بيقول له ايه تقول طوباكي لواحده متزينه بزي وحش؟ قال لها طوباكي لانك تتزينين من اجل الامور الارضيه، اما انا فلا اقدر ان اتزين من اجل الامور السماويه. واستطاع ان يخرج من هذا الموقف. يا عزيزي تنفع ربنا يشيل من بقك ادانه الناس، انك تحكم على الناس؟ ينفع ربنا يشيل؟ ها؟ اي موقف بيحصل في الكنيسه، لو حصل موقف دلوقتي بيحصل ايه؟ كلنا بنفكر مرات افكار خاطئه، بنصدر افكار خاطئه للموقف على فكره. ولا حد غير واحد بس هو الذي يصدر افكار سميها الكتاب اني مفتكر عليكم افكار سلام لا شر قال الرب. بفكر فيكم افكار سلام مش شر، انتوا بتفرجوا الشر. اي موقف بيحصل اصل قصده كذا. حاجه عجيبه، ممكن يخرج مننا مدافعين حتى عن الناس اللي تعبانين، مدافعين، نقدر ندافع، نقدر نحنو، نقدر نحن، نقدر نتعامل مع المسيح. عشان كده المسيح إلهنا عمل حاجة جميلة مع تلميذ ليه. تلميذ أنكر، وما أنكر ما أنكرش قدام مثلا حد كبير والي ولا ملك ولا رئيس الكهنة، ده أنكر قدام واحدة يعني جارية، والجارية دي يعني اللي خدامة اللي بتعمل حاجات في البيت، ولبسها باين وطريقتها باينة وثقافتها باينة. فتقول له انت، حيث هو يجي يقول لها انت بتكلميني كده ليه؟ مالكيش دعوة بيا. مش كده، اخذ يسب ويلعن اني لست اعرف الرجل. ماذا عمل له المسيح؟ فين عمل ايه؟ استرد نفسه، ما قالوش انت وحش على فكرة، ما قالوش انت انكرتني، ما قالوش انا مش عايز اكلمك. خاصم، عارفين العالم ما يعملوا كده؟ خاصم، ما عملش كده. المسيح إلهنا ذهب إلى بطرس، عود نفسك، ذهب إليه. هذه وصية صعبة جدا، اسألوا اللي بيقع في المواقف دي. أنا أروح له؟ راح الرب الإله على بحيرة طبرية حيث بطرس. يقول بعد الغذاء أخذ بطرس وقال له يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ مش بدينه ليه؟ قال انا عينيا حلوه مش زي عينيك. مين قال كده؟ عينيا جميله. شايف بطرس حاجه حلوه. ارعى غنمي. يرعى ايه؟ مين ده اللي يرعى؟ ده واحد انكرك ودلوقتي بيصطاد سمك، يعني ساب الشغلانه بتاعتك، بقي مش مكرس ليك. قال برضو ارعى غنمي، انا مالكش دعوه، عينيا كويسه. المسيح الآن لم يكن في عينه إلا البر والطهارة. قال عنه في سفر إشعياء ينظر كثيرا ولا يلاحظ، يعني شايف مواقف كتيرة وحشة كأنه ما شافهاش، كأنه ما خدش باله. اذهب أولا اصطلح، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، أخيرا اخرج أولا الخشبة من عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. ولله المجد.